هذه العشبة تنبت بجوار الصخور فالأودية والشعاب والجبال. حقيقة هذه رصدتها في أماكن كثيرة في منطقة المدينة المنورة، في الجبال بالفقرة، في الأودية، وفي جبال البيضاء، واليوم في الأجرد. وأبو عبد الله اليوم نقول شيخ وشيخ، ونقول أستاذ معلم في الأستاذ ناجي بن ماطر بارك الله فيك ابن عبد الله الكلبي الجهني. حياك الله أبو عبد الله. وقلت لي إن اسمها اللذيعة. قال أبو عبد الله إنها تلدع علبهم الصغار. الصخلان اللي يرضع تنهي على طول. أيوة نعم، زي الدهن ياكلها الجمل. نعم، هذه على طول الصغار. الله يرحمه. هذا تصدق أبو عبد الله وجدتها في كثير من الجبال، أكثر تنزل مثل الدهن واضح، وأنا وجدتها كذلك. نعم، وبعض الجبال ما تحتاج للأودية في سفوح الجبال. هذه هذه اللذيعة. اللذيعة اسمها اللذيعة. وكفى بها لذعا للصخلان الصغار. العنمة، والتي ربما بل ابتليت بها العرنة، في المسمى المحلي يقولون عنمة وهي عنمة، هذا مسماها الفصيح. يقول أبو حاتم ناجي الكلبي إن المسؤول عن النقل والذي يتحمل مسؤولية نقلها ونشرها في المنطقة وبين الأشجار هو طائر النغري. نعم، طائر النغري. نعم، يجيبها في البحر. يجي يأكلها ثم يلقيها. نعم، يلقيها في قمم أو على أغصان جميع الأشجار. إذن على النغري أن يتحمل مسؤولياته البيئية وجناية أكله للعنم، ثمار العنم، وإلقائها على الأشجار. والآن ومع قلة الرعي وقلة وجود الإبل التي تأكل وأيضا من يعنمون، أصبحت من المهددات الطبيعية لجميع الأشجار في المنطقة.